السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم أكلة خفيفة ولذيذة. هنعمل لكم ورقة لحمة. ايه ورقة اللحمة دي؟ هي عبارة عن صينية بطاطس بالخضار واللحمة. جايبين عندنا هنا مقدار كيلو من اللحمة، واللحمة اللي انا جايباها بتلو، بس اي حد يعمل باي نوع لحمة براحته، بس هتحتاج تسوية شوية. فانتي هنا هتحطي اللحمة في قعر الصينية، مش هتحطيها من فوق زي ما انا عاملة. نبدأ نجيب معلقتين من الزبدة يسيحوا، نحط معاهم زيت يقدحوا. ننزل باللحمة في الطاسة، نديها تشويحة، نتبلها على الوشين بالتوابل بقى الموجودة عندك من كل حاجة، ربع معلقة او اقل حاجة بسيطة، ملح فلفل كمون توم باودر كركم بابريكا، زي ما انت عايزة حطي. التوابل بتخلي للاكل طعم حلو جدا. تقلبيها. حسيت ان الوش الاولاني اتغير، تقومي تقلبي على الوش التاني، وهكذا مرة واتنين لغاية ما تحسي ان اللحمة بدأت انها تدخل في السوا. انا عندي بما انها صغيرة فبدأت تدخل في السوا على طول. تشيليها من الزيت ده ما تسيبيهوش، لا هنسوي بيه باقي الخضار وباقي الحاجة. اللحمة حتى لو كبيرة تعمليها رقيقة، يعني تقطعيها شرايح خفيفة عشان تستوي معاكي على طول، وتساعدك في انها ما تاخدش وقت، لان البطاطس ما بتاخدش وقت. ننزل في الزيت ده، نكون جايبين بصلاية تقطعيها جوليان، وتنزلي فيها في الزيت اللي احنا كنا محمرين فيه اللحمة. بعد كده تجيبي معاكي فلفل الوان احمر واخضر واصفر، وتكوني برضو مقطعاه شرايح، وتنزلي على البصل اللي في الزيت، وتقلبي كويس لغاية ما تحس ان هو هيدبل. تنزلي بعد كده بالطماطم معاكي برضو مقطعاها شرايح. نبدأ بقى في الحالة دي الخطوة بتاعتنا ان انتي تتبلي برضو الخضار، يتبل بجميع انواع التوابل اللي انتي عايزاها بمقدار قليل، لان انتي هنا تبلتي اللحمة وتبلتي التوابل الخضار، ولما هتيجي تحطي البطاطس هتتبلي كمان. فكل ده تتبيلة، فانت تحطي بكميات قليلة عشان في الاخر تطلع الكميات مظبوطة. خلاص كده الخضار اتبل ودبل. ننزل عليه بالبطاطس اللي مقطعينها حلقات، بس الحلقات تبقى كبيرة ما تبقاش صغيرة، وبرضو نتبل البطاطس. نفضل نقلب هنا في الخضار مع البطاطس شوية لغاية ما نحس ان هو خلاص امتزج كله مع بعضه. نجيب صينية نكون محضرينها وحاطين فيها ورق زبدة، لان احنا هنحطها في ورقة الزبدة، وتحت ورقة الزبدة نكون حاطين ورق فويل، يبقى ورق فويل الاول وبعدين ورق زبدة. وتكوني مولعة الفرن من قبلها بحوالي 10 دقايق على نار متوسطة مش عالية. بصوا المرحلة دي انا حطيت البطاطس الاول لان انا عندي اللحمة صغيرة فهتستوي على طول، بس الاصل ان انت تحطي اللحمة في الاول وبعدين تحطي البطاطس. اوكي، خلاص كده رصينا الحاجة كلها. هتقومي مقفلة عليها بورقة الزبدة معاكي، وبعدين تحطي عليها ورقة الفويل، وخلاص كده قفلتيها حلو قوي. تدخليها النار من ساعة الا ربع معاكي لغاية ساعة، من ساعة الا ربع لساعة. طبعا من فترة لفترة انت بتشيلي تشوفيها استوت ولا لا. خلاص كده استوت معانا، فتحناها. هتقدميها بصراحة جميلة، والتوابل عاملة فيها شغل عالي وخفيفة، ما فيهاش نسبة دهون ولا اي حاجة. بص البطاطساية دايبة واللحمة دايبة بشكل فوق الوصف. بصراحة احلى من صينية البطاطس العادية 100 مرة، وما بتاخدش معاكي اي وقت. جربيها وان شاء الله هتعجبك، وننتظركم في التعليقات. ننتظر اي اضافات تقولوها لنا، اي حاجة عايزين تضيفوها في القناة، منتظرين ان انتوا تقولوها لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.